أهلا بيكم في حلقة جديدة من أتمتة بالعربي. هناخد النهاردة مشكلة جديدة أو حل جديد. فده الفلو اللي احنا كنا شغالين عليه، وكان مفروض نمسح كل رو لوحده. فدلوقتي خلينا أفكركم. دلوقتي لو ال is active false المفروض بيروح للرجل ديت، وهنا بيجيب كل الداتا. تمام. وبعدين بيديليت الداتا. انا كنت فاكر ان هو هيديليت واحد بس، وكنت هعمل لوب حوالين الديليشن ده، بس هو كان بيديليت كل اللي جايله. بس برضو كان فيه مشكلة، المشكلة لقيت لها حل هنا. فدايما واحنا شغالين ممكن نلاقي مشاكل، ولازم نعرف نحلها ازاي او نعمل ترابل شوت ازاي. فدلوقتي انا كنت بمسح، انا كنت متوقع ان هو يمسح واحدة بس، هو مسح كذا واحدة. فانا اضطريت عشان افهم ايه اللي بيحصل بالظبط، فغيرت الاسامي دهيت عشان اعرف ايه اللي بيتمسح بالظبط. فخلينا نجرب كده اوريكم اللي بيحصل. دلوقتي 4 اهو، هو مسح 1 و3. بعد شوية ترابل شوتينج وبصيت هنا على الداتا ديت، فاكتشفت ان هو بيمسح من فوق لتحت. فهو مسح 1، فالاتنين جت بدلها، قام ماسح 3، قامت ال4 جت بدلها، قام ماسح ال5. فعشان كده هنلاقي ان هو مسح اللي هو الفردي بس. فعشان نحل المشكلة ديت خلينا نضيف برضو شوية ريكوردز تانيين. عشان نحل المشكلة ديت، انا الحل بيقولك لازم ترتب الداتا descending، يعني من فوق لتحت. تمام، خلينا نشوف كده. دلوقتي الداتا اهي، فاحنا عايزين هنضيف اللي هو sort، وهنقول له execute previous. لا لسه ده true، فعمرها ما تيجي هنا. اللي هي false هنرن ده يجي هنا ده. فعندنا 4 records، 1 2 3 4. اوكي، فاحنا هنسورت بأني فيلد، هنسورت بالرو نمبر، ولا نخليها expression row number، وهنعمل هنا descending. لو عملنا execute هنا cannot find the field 2. سوري، الفيلد نمبر، الفيلد نيم مش expression، سوري. صح كده، عشان لو كنا عملنا expression فهو هيعمل 2. لا، هو فيلد نيم تكست فعلا، سوري. خلينا احنا بنسجل من غير اي مونتاج ولا حاجة عشان نشوف الدنيا ماشية ازاي. فانا اللي انا عملته هنا، عملت كده. ده احنا بنقول له ان الفيلد نيم رقم 2، بس مفيش فيلد اسمه 2، فعشان كده غلط. هو الرو نمبر. تمام، وديسندنج
فهنا ايه، فلما هيمسح من تحت لفوق، فمفيش حاجة ايه هتيجي مكان حاجة. فدي اللي كانت مشكلة. تاني، الطريقة الأولى كان بيمسح ده وبعدين التانيين يجوا مكانه، يقوم ماسح اللي بعديها ماشي، وهيطنش دي بقى اللي بعدها. يعني مثلا لو قلنا 1 2 3 4، تمام. فاحنا ايه لما هنمسح اول طريقة هيمسح الاولانية والتانيين هيجوا بدالها، يجي يمسح التانية فهتبقى شريف 3 فهيمسح التالتة وهكذا. بس لما نعمل descending order فهيمسح من تحت لفوق، فمفيش حاجة ايه هتيجي مطرح التانية. احنا لو عملنا execute دلوقتي هنبص هنلاقي كل حاجة اتمسحت. بس فدي المشكلة اللي كانت بتواجهنا وحلناها بالسورت ده يعني. فلازم هنتعلم ايه من الدرس هنا، لازم ان يبقى عندنا trouble shooting skills، تمام، ونشوف نحلل ايه المشكلة ونبحث ونشوف ايه الحل ونحلها. كان معكم مهندس شريف زكي، ودي حلقة جديدة من قناة فلوتوميشن، تعلم الأتمتة بالعربي.